ازاي سيدنا النبي كان رحمة للعالمين. العالمين هنا يعني جماد وحيوان وإنس وجن وأطفال وبنات والمرأة والأم والأب والطفلة والأخت. ازاي كان رحمة لكل الناس. أول حاجة لو هنتكلم عن سيدنا النبي ورحمته بيها نبدأ كده بالجماد. يعني أبسط حاجة الجماد ده كائن حي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على جذع شجرة، ده كان المنبر بتاعه، جذع شجرة كده بيخطب عليه دايما، كل الدروس والمجالس بيعملها وهو واقف عليه عشان يبقى الناس شايفاه. فجت واحدة ست قالت له يا رسول الله في اختراع حلو اسمه منبر، درجتين كده 3 بتطلع عليهم، بيبقى أطول شوية وشكله أحلى شوية وبتاع. قال لها هاتيه، جابوا له المنبر وقف عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وساب جذع الشجرة، وده الحديث صحيح في الكتب الصحيحة، الصحابة بيقولوا سمعنا للجذع بكاء كبكاء الطفل. الجذع الشجرة حن شوقا للنبي وبكى ان النبي ما عادش بيقف عليه. عايزك تبصي الاجمل من كده هو رد فعل سيدنا النبي. انت لو واحده واقفه مثلا ولا واحد واقف وبيتكلم مع الناس وبتاع وحد نداه له، لو انسان مش هيرد عليه، ما بالك سيدنا النبي يقطع الخطبه وينزل ويجبر بخاطر الجماد ويمسح على جذع الشجره ويقول له اما ترضى ان تكون معي في الجنه؟ فالصحابه يقولوا فسمعنا له سكون كسكون الطفل. عارفه الطفل كده لما مامته تطبطب عليه ويهدى؟ جذع الشجره اللي كان بيبكي عشان النبي ما عادش بيخطب عليه، النبي ينزل ورحمه بيه. مش اللي هو ده جذع شجره يا جماعه، ده انا رسول الله واقف بكلم الناس، جذع ايه دلوقتي اللي تتكلم فيه؟ لا، يقطع الخطبه وينزل ويطبطب على جذع الشجره ويسكن جذع الشجره خالص. رحيم بالجماد، فيقول على جبل احد يحبنا ونحبه. الجبل ده بيحبنا فاحنا كمان بنحبه، بيجبر بخاطره، مش انت بتحبنا احنا كمان بنحبك. رحمه بالحيوان، سيدنا النبي يبقى ماشي مع الجيش فيلاقي كده كلبه والده ففجاه يغير مسار الجيش كله. ده انت بتغير مسار الجيش ليه يا رسول الله؟ رايت كلبه واولادها فلا نريد ان نفزعها. مش هنمشي في الطريق ده عشان هي واولادها ومعها كده اولاد كتير، لو مشينا في الشارع ده هنخض الكلبه دي واولادها، لا خلينا نغير مسار الجيش. سبحان الله. واحد من الصحابه بيحكي بيقول كنا قاعدين في غزوه فبنستريح فلقينا كده فرخه واولادها كتير وبتاع، فخدنا شويه من ولادها الفرخه دي عشان نطبخها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الفرخه حزن، فقال من فزعها في اولادها وردوا عليها اولادها. احنا حلال ناكل فراخ مش حرام، لكن في الموقف ده ما ينفعش، لان في الموقف ده في قله رحمه، ان الام كده لسه والده فراخها وانتوا تاخدوا منها الفراخ وتفزعوا في اولادها. واحد من الصحابه بيقول مره لقينا كده قريه نمل فولعنا فيها. عارفه زي ما ناس كتير تهزر مع النمل، يقعد يولع فيه بالولاعه ويضحكوا ويهزروا. سيدنا النبي نهى عن ده، ألا يعذب بالنار إلى رب النار، ممنوع، محدش يعمل كده في النمل ده احنا أصلا يعني ولا بنفكر فيه ولا بنراعي مشاعره. فما تلاقي إن إزاي إنسان المشغوليات اللي وراه هم أمة وبيت وأصحاب وأولاد، وراه هموم كتير جدا، وشايل هم فرخة وأولادها، شايل هم جذع شجرة، شايل هم نمل إنه ما يتعذبش. فتحس إن كان رحمة بالجماد والحيوان. فما بالك بقى رحمته بالإنسان نفسه كانت عاملة إزاي؟ ما بالك رحمته بينا إحنا إزاي؟ بكى شوقا لرؤيتنا، كان رحيم بينا ان هو اصلا ما شافناش وكان بيعيط عشاننا. كان يدعي كده دايما للسيده عائشه دعوه حلوه، فالسيده عائشه تضحك قوي من حلاوه الدعوه، تقول له ادعي لي يا رسول الله. مراته بقى قاعده معاه فتقول له ادعي لي يا رسول الله، فقال اللهم اغفر لعائشه ما اسررت وما اعلنت. فضحكت وعجبتها الدعوه قوي. فشوفي رحمته بينا وبيفكر فينا زي، قال لها اعجبتك الدعوه يا عائشه؟ قالت نعم. قال والله اني ادعو بها لامتي في كل صلاه. يعني هو قاعد حتى مع مراته ووقت اهل بيته يقول لها ده انا شايل هم امتي، الدعوه الحلوه دي انا بدعيها لاحمد ولمحمد ولسالي والاميره لكل الامه، انا بدعي لهم ان ربنا يغفر لهم ذنوبهم كلهم من قبل ما يشوفنا اصلا. فرحمه بالجماد ورحمه